سارعين للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يطيب لي أن أطل عليكم من خلال هذا البرنامج المعد من قبل إخوانكم في قسم مرور محافظة المويه وفقهم الله، وذلك بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد لعام 2017 تحت شعار حياتك أمانة. واسمحوا لي أن أخص في هذه الكلمة فئة غالية على الجميع، وهي فئة الشباب السائقين وفقهم الله. فأقول لهم إخواني وأحبابي وأعزائي الشباب، إن حياتكم أمانة، فأنتم مؤتمنون على حياتكم، ونحن مؤتمنين على المحافظة على النظام وتطبيقه للمحافظة على حياتك، فتعاون معنا من أجلك أنت. ثم اعلم أنك درة ثمينة وجوهرة غالية على الجميع، نتطلع فيك إلى مستقبل هذا البلد المعطاء، فالحذر الحذر من ارتكاب ما قد يفقدنا لا سمح الله هذه الدرة الثمينة. وأخيرا أود تذكيركم بأن السرعة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة هما السببان الأكثر والأهم في وقوع الحوادث المميتة لا سمح الله. حفظكم الله من كل سوء ومكروه، وحفظ بلادنا وقيادتها، ودمتم بصحة وسلام. أسبوع المرور الذي تحتفل به دول مجلس التعاون الخليجي يعد احتفالا توعويا إرشاديا تثقيفيا، لكونها مدركة للمشاكل المرورية وخطورتها على المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وما تحمله على البلاد من مشاكل وخسائر بشرية وتبعات نفسية ومادية ومعنوية فادحة لا تحمد عقباها. وهدفه الدائم هو تبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية، كمحاولة للحد من ظاهرة حوادث الطرق وحماية المواطن والمقيم. بسبب الإرهاب يموت في المملكة العربية السعودية الآلاف سنويا. نتكلم عن إرهاب من نوع آخر، إرهاب الشوارع. ليه إرهاب؟ لأن الموضوع أخطر مما نتصور. في 2009 راح 4644 ضحية عمليات الإرهابية في العراق،
بينما 6485 ضحية حوادث المرور في السعودية. 6485 أكثر من ضحايا حرب العرب مع إسرائيل في سنة واحدة. يعني لو حسبناها بيطلع باليوم 17 حالة وفاة، حالة وفاة كل 40 دقيقة. نتكلم عن أرواح. في 2001 كان عدد ضحايا حوادث المرور 4100 شخص. الشيء المؤسف في الموضوع أن الرقم هذا قاعد يزيد سنة ورا سنة، والمتوقع أنه يوصل في 2019 إلى أكثر من 9600 شخص. ليه الوضع متجه للأسوأ بينما دولة مثل بريطانيا استطاعت أنها تقلل عدد الضحايا في خطة منهجية مدروسة؟ دنمارك اللي قدرت توصل للهدف قبل الخطة المقترحة ب6 سنوات. كم تتوقع عدد وفيات حوادث المرور في 20 سنة الماضية؟ تخيل معي أحداث أيلول الأسود، حرب الصحراء الغربية، حرب الهند باكستان، حرب الخليج، حرب الاستنزاف، حرب 6 أيام، مجموع 82,000. أقل من 86,000 اللي هو ضحايا حوادث المرور. الإصابات 611,000 في أكثر من 4 ملايين حادث. نتكلم عن حرب. عدد الوفيات من كل 100,000 شخص هي الطريقة اللي تحسب فيها نسبة وفيات الحوادث في أي دولة. إذا ما جبناها بالأولمبيات نجيبها هنا. السعودية هي الأعلى في العالم. كم تبلغ الخسائر المادية سنويا؟ 13,000 مليون؟ لا، 13 مليار ريال سعودي كل سنة. ويتوقع في 2014 أنها توصل 19 مليار، وفي 2019 إلى 23 مليار. تخيل. أما عدد الإصابات في 2009 كان أكثر من 48,000، ويتوقع في 2014 يصل ل 57,000، وفي 2019 أكثر من 68,000. جزء كبير من هالخسائر رايح في الجهود الصحية، وهو سبب من أسباب أزمة الأسرة في المستشفيات، لأنه من كل 100 سرير 30 مخصص لإصابات حوادث المرور. هذا شيء مو مستغرب، لأنه تصير حالة إصابة أو إعاقة مرورية كل 15 دقيقة، وحادث مرور كل دقيقتين. نتكلم عن تكاليف والحل. الحل أننا نحتاج مشروع وطني يتكاتف فيه المسؤولين مع المواطنين لحل المشكلة، حفظا للسمعة والأموال، وأهم شيء الأرواح. نحتاج وعي بوجود المشكلة، وعي بضرورة حلها، وعي بأدوات الحل.
Mm-hmm.